جالنا سؤال على الصفحة: أنا عندي انتفاخ دائم وغازات مستمرة في بطني، وباخد علاج يضيع الغازات، مجرد ما بطل العلاج يحصل الأعراض تاني. دي نفس فكرة إن أنا عندي مية على الترابيزة، فجبت منديل ومسحتها، بعد ما مسحتها المية بتطلع تاني، فده معناه إن في سبب بيسرب مية. نفس الكلام، أنا عندي غازات في بطني. غازات في بطني معناه إن في تخمر للأكل جوه بطني. التخمر ده جاي منين؟ لازم ابتدي أدور على الأسباب. أول حاجة بندور عليها المشكلة بتبقى في الهضم، إن الأكل نفسه ما بيتهضمش كويس، ودي ليه أسباب كتير اتكلمنا عليها، زي عدم تحمل هضم اللبن، أو قصور في هضم الطعام بسبب البنكرياس، او ان المعده يبقى فيها قرحه او التهابات بتؤدي لتكون غازات لانها ما بتهضمش الاكل كويس. الحاجه التانية مشكله في الامتصاص، ان الخمائل عندنا او الشجيرات اللي موجوده في الامعاء اللي هي الفيلاي ما بتمصش الاكل كويس، فبالتالي بيحصل ان الاكل بيقعد في المعده فتره طويله او في الامعاء فتره طويله فيتخمر فيعمل غازات. السبب الثالث ان يبقى في مشكله في حركه الجهاز الهضمي، فالحركه نفسها لما تتاخر العين بيبقى عنده امساك فيجمع غازات اكتر فيبتدي يدور على الغازات. فده بيتعمل له تحليل مع المريض سواء الاعراض، ابتدي اشك في المشكله فين في اي من دول، وبالتالي ندور عليها ونعالجها. واحد عنده غازات وانتفاخات ياخد علاج، العلاج ضيع الغازات يبقى تمام. الغازات بتتكرر يبقى احنا كده عندنا مشكله محتاجين ندور عليها عشان نتشخص ونتعالج باذن الله.